اكيد. والله اكيد والله أكيد. الواحد فرحان. شوط تاني بطولي من المنتخب المغربي. تاني او تكتيك بقى، ده الشغل بقى ايه اللي كان يعني يهدي اعصابك يا دكتور عادل. اكيد. اللعب على الهجمه المرتده واستغلالها بشكل اكثر من 3 اجوال كربون والرابع ضاع لما جت في العارضه بتاعت سفيان رحيم. وفي مشاهد كتيره جدا يا كابتن محمد النهارده لما تتفرج على المباراه اللي اتكلمنا ما بين الشوطين. اشرف حكيمي لما اشتغل، لما جاب الفاول اللي عمل منه العرضيه اللي سجلنا عز الدين ونحن. ابراهيم دياز لما بدا يتحرك تحرك ابراهيم دياز صنع هدفين. ما هو عملها الأناحي في الثاني وعملها في الثالث لسفيان رحيم. طيب شمس الدين طلب اللي قلنا لازم يكون موجود النهارده هيفرق. شمس الدين طلب اللي عمل التمريره المفتاحيه في الهدف الثاني. تغييره سفيان مرابط خلت بشكل كبير جدا. انت قفلت بقى وسط الملعب بقى العيناوي، نائل العيناوي مظبوط، وسفيان المرابط، ودخل معاهم سمير مرابط كمان. سمير مرابط بعد ما خرج معدي بالظبط. وقبل الهدف الثاني ب6 ثواني بقول لي للكابتن اشرف انا شايف المنتخب الكندي مندفع قوي وممكن يكلفهم كتير. الكرة يا دوبك اتقطعت اتنقلت الهدف الثاني. فده كان مطلوب. وكان مطلوب كمان ان انت ما تريحش المنتخب الكندي في الطلوع بالكوره، لان هم بيعملوا مسبص كتير. انت كنت سايب لهم الكوره، سايبها لهم، بس كنت بتضغط من نص الملعب في الشوط الثاني، فانت بالتالي ضغطت عليه، ما بقاش يقدر يعمل الهجمات اللي عملها في الشوط الاول. بالزبط. وبدات انت تستغل كراتك الطويله، الهجمات المرتده بشكل افضل، بشكل احسن. لكن الجميل ما هو لازم يبقى معاك توفيق. ان انت تعمل 4 هجمات مرتده تجيب 3. لا انت فرقه كبيره. طيب انت فرقه كبيره. الفريق الكبير كمان بيقاس بشيء. انت النهارده بتلعب في وسط تقريبا 100,000 متفرج على ملعبهم. المنتخب الكندي مش منتخب كبير، بس في جمهور مغربي برضو كان اكيد كبير. اكيد كان في جمهور مغربي. المهم بالنسبه لي ان انت كمدرب قاعد بره شايف الكلام الاخطاء اللي موجوده وعالجتها بايه؟ ان اشرف حكيمي قادر ان هو يشتغل بشكل كويس في الشوط الثاني، ما كانش ده موجود في الشوط الاولاني خالص. كمان من ضمن الحاجات المشاهد المهمه في المباراه اللي لازم نتكلم عنها بشكل مميز ياسين بونو هو اللي ابقى على حظوظ المنتخب المغربي في الشوط الاول. انا قلت لك ديما بونو بجد. انت لما تبقى فرقه كبيره ومعاك حارس مرمى كبير هتعدي وهتروح لحتت حلوه قوي. حارس مرمى بهذه الامكانيات وهذه الثقه وهذه لا ما شاء الله. لا انا مش قادر اقول لك يعني. لا بيتقلك معاك جول، مش اي يعني مش هتخش فيه غير الكره اللي لازم تدخل. بالظبط. دي اللي بتفرق مع المنتخبات الكبيره. ده صح. انت ممكن تبقى منتخب كبير جدا ومعكش حارس مرمى كبير، ضيعك. الدنيا هتبقى صعبه عليك جدا. ضيعك. فالنهارده بتتفرج عليه، ده من ضمن بدايه الفوز للمنتخب المغربي ان ابقى على حظوظ المغرب في الشوط الاول. النقطه بقى كمان اللي مهمه كانت بالنسبه لي اللي انا شايفها مفصليه قوي، اللي هي اللي بعيدا عن تحركات دياز واشرف حكيمي اللي فرقت اللي كنا بنتكلم عليها في الشوط الاولاني وما بين الشوطين، وشمس الدين الطلبي اللي نزل برضه فرق كتير مع المنتخب المغربي مباراه بامتياز لسفيان مرابط النهارده كان صداده مهمه جدا في وسط الملعب لما نزل في الشوط الثاني. لان سفيان مرابط عمل الحته اللي ما يقدرش معدي ويعملها نائل العناوي، اللي هي بقى ان هو بيكسب الالتحامات البدنيه. ما شاء الله هو قوي جدا، تحس ان هي دي المباراه بتاعته فعلا. هو يمكن ما بيلعبش كتير، تقل شويه بس هي دي مباراه سفيان مرابط. فكان محمد وهبي موفق بشكل كبير جدا النهارده في اداره المباراه واداره المباراه ككل. ومباراه تبقى مرجعيه للمنتخب المغربي ان انت حتى المشاكل اللي موجوده عندك تشتغل عليها. وزي ما قلتها لك قبل الاستوديو يا استاذ محمد، 1 و2 و3 اشرف حكيمي دايما هو اللي عنده حلول كتيره والمفتاح للمنتخب المغربي. حدث ولا حرج بقى ادوار ياسين بونو واللعيبه النجوم اللي في المنتخب المغربي. مبروك للمنتخب المغربي، فوز يعني اسعدنا جميعا، وان شاء الله كمان نسعد اكتر بفوز منتخبنا. احنا من 10 بقينا 2 فعايزين نحافظ على الاثنين دول بالظبط. لكن دلوقتي النغمه اللي اشتغلت اول ما الماتش خلص 3-0، لو دخلت على السوشيال ميديا يقول لك مشوار المغرب خلص خلاص يا خساره، ده هيلعبوا فرنسا في دور الثمانيه. هو الحقيقه
المنتخب الفرنسي من وجهة نظري طب هو نستنى لما يلعبوا باراجواي النهارده. هي باراجواي يعني لسه الساعه 12 فرنسا وباراجواي. هي باراجواي عملتها مع المانيا بس المانيا مش فرنسا. لا بص هو الماتش هيطلع بتاع 3 ولا حاجه. فرنسا يعني ماتش فرنسا وباراجواي بتاع الساعه 12 ده يطلع بتاع 3. انا مش مختلف بس نستنى يعني كله يقول لك مشوار المغرب خلص خلاص. لا برضو ما حدش عارف يعني كاس العالم 2022 ما هو مين اللي طلع المغرب في السيمي فاينل؟ فرنسا اللي طلعت المغرب. والمره دي برضو فرنسا اللي كانت كمان في الاولمبياد كانت موجوده بقوه وما فازتش باللقب. ما فازتش لا صحيح ان ده منتخب وده منتخب لان ده طبعا بيبقى مطعم ببعض اللعيبه اللي في المنتخب الاول. ولكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب على حظوظك. عملت مباراه كبيره النهارده في الشوط الثاني، شوط اول للنسيان للمنتخب المغربي، اسوأ اشواط المنتخب المغربي. كانوا صعبه قوي ولكن في النهايه منتخب فرنسا انا من وجهة نظري هو المنتخب الاكثر جاهزيه في البطوله ده على مستوى كل المنتخبات. وان كان ديدي شامب طلع قال لك انا مش راضي عن الاداء. لا ده غير كده كمان بس النهارده في تصريح فاكر تشلافرت. شلافرت طبعا جون المنتخب على فكره الثاني اكتر حارس في التاريخ احرز اهداف، جايب حاجه و60 جول. حاجه و60 جول، وكان بيلعب في فاليس هارسفيلد لما فاز معاهم ببطوله الكوبا ليبرتادورس. ضربات حره وضربات جزاء كان مميزه. قال لك احنا هنلاعب منتخب افريقيا. بس خلي بالك شوف الكلام ده انا هقول لك على يعني حاجه ليه بقى. تصريح النهارده انا شفته قال لك هنلاعب منتخب افريقيا. انت جيت لي بقى في حاجه افتكرت حاجه مهمه. ايه بقى؟ شلافرت واحده من افضل اداءاته الفرديه في تاريخه كانت مباراه فرنسا في الاقصائيات في كاس العالم 98. يومها لوران بلان سجل هدف ذهبي في خصوص شلافرت. صح كان فاكر الماتش ده 1-0 فهو يبدو انه شايلها لغايه دلوقتي. لا انا طبعا بقولها يعني بحس دعابه يعني، ولكن هو واحد من الحراس الكبار. وخلي بالك بمناسبه 98 اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي في الوقت ده بعد ما فرنسا فازت باللقب طلعوا بتصريح عنصري جدا اللي هو زعيم الكتله ساعتها، قال لك لا تفخروا بانجاز صنعوه المهاجرون الافارقه. انا بقول لك شلافرت النهارده ده تصريحه ده لفت انتباه قوي. وعلى فكره كان في برضه تصريح اثناء البطوله لجوزيه مورينيو طبعا السبيشال 1 قال لك هذه ليست ليس كأس العالم بل كأس الأمم الإفريقية. لأن كل الأفارقة موجودين في كل منتخب. موجودين في كل المنتخبات. ما هو قال بعدها قال لك في منتخبات فيها 12 لعيب أفريقي وفي منتخبات فيها 10 لعيبة أفارقة وفي منتخبات فيها 8. كندا اهو كندا عندهم معاهم لعيبة كتير من أصول أفريقية يعني ما أنا بقول لك يعني امبارح ايران كوندا بتاع استراليا. منين؟ طب منين استراليا؟ طيب عشان كده انا بقول لك انا فوجئت النهارده بتصريح شلافرت، وكان في تصريح للسبيشال 1 جوزيه مورينيو برضه على تواجد اللعيبه الافارقه وموجودين في منتخبات اخرى يعني. طيب على فكره هو عيسى ديوب اصله سنغالي مغربي يعني في